اهلا متابعينا. الكارثه الصادمه اللي انت تسمعوها دلوقتي دي حصلت على الدائري بتاع الهرم لموقف السلام. واحده وابنها ركبوا من الهرم لموقف السلام. نزل جميع الركاب ومبقاش في حد غير الست وابنها. وتحت دائري السلام السواق المجرم غير اتجاهه للعوده في اتجاه الهرم مره تانية. وقف العربيه على جانب على طريق الدائري ونزل من الكرسي بتاعه. راح فاتح باب الميكروباص ووجه سلاحه على رقبه ابنها الصغير، وطلب من الست كل اللي معاها من فلوس. استولى منها على مبلغ 450 جنيه. الضحيه قالت له سيب ابني واعمل لك اللي انت عايزه من خوفها على الطفل. قفل باب العربيه وقفل ستاير الشبابيك كلها وخدها على الكرسي الخلفي واعتدى عليها جنسيا امام ابنها تحت تهديد السلاح. عمركم شفتوا اجرام كده؟ الحمد لله رجال مباحث نجحوا في القبض على المجرم القذر دوت، وباذن الله ياخد اقصى عقوبه من الجرائم البشعه اللي الواحد سمع عنها. والله يعني انت يعني قدام ابنها ده، انت لو كافر مش هتعمل كده. ربنا يعافينا يا رب ويعافي ولادكم ويبعد عنكم كل شر. شكرا جدا ليكم على المتابعه. السلام عليكم.